سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوكت كونو ناي وترو تمنيت نايو لومون أقدست زبلنا يوم تحستوتات هزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصون حدما بخوف نعدمكم. Changed in these 100 days is the new sense of urgency. Because something fundamental has shifted. Our European values, democracy, freedom, the rule of law, are under threat. We see that sovereignty, but also ironclad commitments are called into question. Everything has become transactional. So the pace of change has accelerated and the action that is needed. زياتري وازن لهم أرسلا فاندر لاين تبهال بريزنت ناي كوميشن حبرت أوروبا حبرتيا ميت معالت غيرا الله بزوانزي ناي ميت معالت دس معالت زربايو كم تولو زلا أبزن زحلفا ميت عام معالتات تغير نجار بزح نجار بقلت تغير نجارات له نابنت ديمقراسياتنا European values كلمة تبلا لما نيكير وايدونو كم لما ناي عمتات امنت زنبرنا ايرون كلاد كوميتمنتس ويكن مبصعاتات مولهم كوتكون كداخمون نرلنا تزربا بيدازور ناب دونالد ترامب زغنعيو سلازي اوروبا بينات تطرف كم زلا يسمع له سلازي برايوريتي ناتا كابناي كطبعا ناي كالن ابناي كوينات منفسن ناي كوينات قعزون تبقي ساقم زلا تزارب زلا I don't think زيا نيروبا كابزلو شجر كتوصل تخليها زي بالأمنية يبلين again she's a leader and نساز بلوتهم اسمع ما قداسي. Has to be bold and determined. Consequently, this week brought unanimous support for Rearm Europe. You're familiar with the 800 billion package for defense, and that is historic. This can be the foundation of a European defense union. We will drive the Rearm Europe plan forward with full force. The idea behind it is we must unleash the full potential. So أبدلن كأنه Rearm Europe وكانوا نيوروبا دقيم كنمعتعق بزبل campaign كسب شو من تميتي بليون يوروس أو بشتربات عامت كجبر زغل عبي project عبي initiative ويتبقى صوت تغيير خمسة لون كلاتون أبلات هجرات كم تسمع معاني أتزارب زلا يوروب Rearm Europe زبل زرباسي ناتو زبال قال قديفهم معجقة ريول لهم تناتو زبال قديفهم Rearm Europe زبل زربا جميرو مالو بخلا زربا ناتو انتاي كخو أمريكا تدلي لانتونيتو ساتهم كا نبينهم نفسه زغالي أوروبا يقبر له this is really good يبقى حق تصبوي كم يرتراو هن كاتري خلا كم global south كين كاتري خلا بتعمل تصبوي أوروبا نفسه زغال حاجة حيال بلوك خون تعلمنا تصبوي تعلمنا تصبوي سلمتاي توقتاتنا أمريكا كون كله حدا جاي نيروبا حدا جا نعلمنا لما حدا جا معناته أمريكا زي كون نجارات نربحنا أمريكا ترى كقبر خلوا أوروبا حراي لهم سم بمخات أب UN يكون أبكاله كل جزء نتنا أمريكا أجندة كم زعيه اللي أوروبا نجينا أوروبا ناي نفسه ربح قبر تجميرو بفلا إذا ما ربحناتون أمريكا كا كجراج تجميرو نعلمنا سلام يزيون كل تبلوكات كفل عليك خلهم علمنا سلام نخدرك تي مالتي بولاريتي زي بحال دما بزي خرجاجات صغير راشان تشاينا هندن سلازخونو ما اتخا أوروبا بولو بس أمريكا خوينو زي تبيك علمنا حدا جاي أوروبا نفسه زغ على بلوك تخينو أمريكا نفسه زغ على بلوك تخينو روسيا بلوك هذا تشاينا بلوك كمو هند كمو كالوت كم انت قاتمو علمنا بفلاينا هجرات كم على إيرترا أبي أدفانتج كلوانيو أبزدلي وخدا بتنات خدا أدلاتن ربحاتن كسالت أهم زغلاينا نرزلنا لذي إذا ما درخنا أتوزلنا كم تزب قصص ولا نحرقت يلو نيرترا أتزبالته أنت مريج أخفتر لازغل كنتات مخانين نرزلنا. This is very interesting time. In the face of concrete threats. And if we can team up with other like-minded countries, such as the UK or Norway or Canada, the potential is even greater. And it's important to state that economic strength and Europe's plan to rearm are two sides of the same coin. Europe's economic and innovative potential is an asset for its security, but vice versa, you see that كبر بان تايلاسك بسمان كنشارك خلنا تبلا لا مس كندا مس يوكي أكلنا أوروبا حبر زي كنا مالتكم والنرويج سلزي تزربات ريولهم كاب أمريكا وصاي يتحسب زلوا كاب أمريكا وصاي إذا كنا تزدما أبكى داموت 4
50 معلتات ناي دونالد ترامب سلازي we have 4 years from now أبزوان تجميرو ميروبا نزوكنتات نزسل نزمتزلو 4 عامة تقصيلو اتقافا منقوم زلو تبوغي ركفل عليه خليو دحريو كالم راح يمتيو كمال سين تبلون كبيدي قوون ونياتو too much investment دحري investment كوينيس أنيو لأن دحريكم لو سايكولون يم سلازي زقافا منقو أمريكان إيروبان زفتر زلو جينا ونهجي إيروبا بتعريفها هرمو من الله أو هربعة قليك هرمو زحسب زلو مليش تزلو جاب كقفع كم زخل شعوب معناته نيروبا أمنا كحمة ما كم زخل يفلتيو ندحر حميم موام لما ساتم كلام الرجع ناخذ ليكو قدريهم من هالبات مس تشاينا زلهم شجرات كفتحوا كفتنيهم مس راشا كا اوريدي نسو قديمهم سلازغونه كقبروا زخوليه كونن اب افريكا ناي بينهم عدلات كسالت كفتن خوليهم لذي زيتات دما نتزلو عدلات زبلت قبري خلي زيا اي ثينك نعتو زلنا مدرخ اقداسي زيا اسكسمعوا ابزي Germany's planned acquisition of 35 American F-35 fighter jets has come under scrutiny following concerns that the U.S. under President Donald Trump could disable the aircraft remotely. The fears have increased as Washington is moving closer to Moscow and has, in a way, alienated Europe as it presses Ukraine to sign a minerals deal. More about On Story in our next report. حجي انتاي نسمع لنا بزي جرمن F-35 زبهالا تن ليتس زلوا كمبيوتر نفرت كيناتنا أمريكا خد جز بليونات جنزب إنفست تجبر تسمامي على تنفرت دما يسرح اللوا مستوى داك متأي مالتيو أنت خوني أبي أوكرين حدا نجر يوم علو تن F-10 شدش تزب حالا نفرتي كي تبقى ساخلوا لوك قبر 1 كيلو مهنياتو نيات سوار متكام جراجيرهم لهم سلزلون يوكرين نتن نفرتون كم زي تقامولن كقبر 1 كم زخولو ينجر علو الزيد ما نتومنا أمريكا نفرت جزيهم زلوا سقاتن شغلوتن فرهن فتيرو لهم على مهنياتو عند حريتها صور كاب أمريكا بليونز جنزب كفيل كات جزء تخيل لغا بس أمريكا تتجراجها تتكمل لهم زي تخلق قبروا خمس غليو زي وي ملو بملو قتصرك وهبنا له ويون أصوارتي نمجزع ترجم يبلون أبزبل مدام نمتا ويون زربات بتشيلهم بس خان تايزر زلوا again another level night confidence among كلتيوم أمانجو مرحتنا أوروبان مرحتنا أمريكا مزلو كميلي فرس كمزلين عن رزالنا أمانجو كلتيوم حيلتا زلو متأممان أمانجو مزلو حبراونا يسرح شركنات أبريل تايم كودق ويكا كإلين رلنا زغا عالمنا انتهي لكم أنا بزوج زي اللي زي تزبلت هي بين عالمنا اليوم حيلتا زياتهم كم نحت عندهم كفلالي تجميرهم عالمنا تزبلت أي سلامنتاي ناي كلتيوم حبراوا كايدا كم بعلى إرتراز أمثل هجرات أبو واقع يخفيلون بزي جبرهم بزي وعلون جبن سلزي اليوم وجناتهم نناتهم من قدي كبرن تجميرهم أبوك كأتوا باسك كأتوا قد سيكونن جن أوروبا بزي زجاتهم زلوا كنتات ملو بملو أوتونومي ناتهم ويون نفسهم كيلهم ناي نفسهم بوليسين استراتيجيين كجبروا تجميرهم مساكين أوروبا تعياتهم يبلغكم لهم حماماتهم جن ضد أمريكا كخذوا خلوجن زجاج اليوم أمريكا حدا جنيا هاجري ضد حريكيرهم نسوز زبالوا كتاكو خلو حدا جايهم سلازي زيوم تعرف فلاليوم عالمنا سلام كم زغل كداي كوين يسمعن Imagine a scenario where Europe's skies are patrolled by advanced fighter jets, sleek, powerful, and ready to defend the continent's sovereignty. Yet, with a single command from Pentagon, these very aircraft could be rendered inoperative, grounded not by enemy action, but by the decisions of an ally. This unsettling possibility stems from Europe's heavy reliance on American-made military hardware, particularly the F-35 and F-16 fighter jets. Recent discussions have raised concerns about the existence of a سنتايم زبلو زلوا بزي زين فرت 31 لهم F-16 كمان ما F-20 35 زبالة كاب أمريكا أوروبا كلهم لين مارك لهم كانوا تجاراتنا لهم أب أوروبا زين فرت زياتن أبكينات كد مع الكاز خلا وين أوروبا نفسها ناخذ كلاغل باور بروجكت ناخذ جبريو أنصار روسيا ويجي لما تخوين راينبر أنصار أمريكا كنت كمالن كم زي تخل مفلات يدلي معناته أبنتاغون كوينو أمريكا كم زي تنسى جبروان سلزخلو سلزي نفرت كوينات جزية الكات مكحلو كنتاتهم كلية بلون معناته أتجزي خازن الغاصوار أمنا كبر نفرتيزي مرة كبراتين سلزي نات كفي كابنات كانت دي كوينكا أمو داتا بوتادرو عامل لأن الكاون كتجهروا اللي تخل نجرا يكون معناته نتيجة لك كتادرو عامي كنك أسقس كم زي كل جيرم كعاد وصل زغلو
ኤሮፓ ድማ ሓደ ዓብይ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ በዚ እንድሕር ቀፂሉ ትርጉም ክህልዎ ስለ ዘይክል ንዓታቶም ኣብዚያስ ከነስማ Trump limit the operational capabilities of these aircraft. While the US government and defense contractors have not publicly confirmed such a feature, the mere prospect has significant implications for European nations. Last week, US President Donald Trump froze military aid to Ukraine and paused intelligence sharing to put pressure on Volodymyr Zelensky to convene peace talks with Russia and to sign a minerals deal with Washington. The US supplied F-16s have now stopped working in Ukraine. So እዚ ፅንፅዋይ እዚ ዛንታ እዚ ካበይ እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ተበጊሱ ንዝብል ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንክዛረቡ መሪፆም ኣብ ዩክሬን እንድሕር እቲ ዲል ምግባር ምስ ኣበየት ዩክሬን ነቲ ነፈርቲ F-16 ቤልጅየም እያ ሂባታ ነይራ ቤልጅየምን ካልኦት ሃገራትን ሂቦማ ዝነበሩ F-16 ከምደይ ስራሕ ይገብርዎን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ብርሑቅ ክቋዓፅርዎን ከም ዝኽእሉ እተን ነፈርቲ እንተደልዮም ድማ ከምዘይ እንቀሳቀሳውን ክገብርዎን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ነገር ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ዘተኣማምን ፓርትነር ከም ዘይኮነ ኣብ ዓለም ፕሩቭ ይኸውን ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነተን ካልኦት ሃገራት ንበዓል ቻይና ከምኡ ድማ ኣፅዋር ናይ ራሽያ ምግዛእ ምስ ግዜ ዝበለፀ ክኸውን ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ሓደገኛ ሃገርቶም ካልኦት እውን ከምኡ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ማለት ኣይኮነን ሓደ ሰብ ነፋሪት በዓሉ ዘፍረዮ ተመሊሱ ንዕቡ ክሃርሞ ደስ ዝብሎ ይመስለንን እቲ እንኮ ከምኡ ዘይገበረ መን ሕብረት ሶቪየት ዩክሬን ብናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ነፈርቲ ገይሩ ዝዋግኦም ዘሎ ራሻ ሕጂ እኳ ኩለን ተወዲየን ይኮና እምበር በተን ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሮም ነፈርቲ ሚግ ጀት ተጠቂሞም እዮም ዝዋጉ ነይሮም ስለዚ እቲ ምትእምማን ክሳብ ክንዲ ምንታይ ጎዲሉ ከም ዘሎ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ታሕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ መንገዲ ክቅፅል ከሎ እቲ ፀገም ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩነታት መመሊሱ እናተበላሸወ እቲ ጋፕ ናቶም እቲ ምትፍናን ናቶም እናረሰነ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ኩሉ ደረጃ ድማ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ want to accept those terms. Well, it's not going to be a negotiated standstill because that equals a ceasefire. And the Russians have made it unequivocally clear that there's not going to be a ceasefire. The question is, will Zelensky agree to the peace terms that the United States is now pushing forward with the Russians? And he does not, under any circumstances, want to accept those terms because he would, in effect, be conceding what has been Ukrainian territory to Russia. He would have to accept Russian annexation of those 4 oblasts in the east and Crimea. Zelensky ሓደ ካብቶም ነቲ ኩነታት ዝዕንቅፍ ዘለዎ ምዃኑ ዝነገር እሱ ከዓ ነቲ ኩንነት ክቕበል ስለ ዘይከኣለ እዮም ዝብልዎ the reality is 20% ናይ ዩክሬን ድሮ ራሽያ ወሲዳተ ኣብዚ ነዚ ኣውፂኢኻ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ምክንያቱ 3 ዓመት ተዋጊኻ መዓት ደም ኣፍሲስካ መዓት ኣፅዋራት ኣፍሲስካ መዓት ባጀት ገንዘብ ኣባኺንካ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበርናዮ ንመለስ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓይልኻ ኢኻ ከተረጋግፆ 3 ዓመት ተዋጊኻ እቲ ጉዳይ ብሓይሊ ክውዳእ ዝኽእል ኣትሊስት ድማ ስዒርካ እንተሎ እቲ ሓደ ሓይሊ ነቲ ዝሰዓሮ ክመልሰልካ ይክእልን እዩ ናይ ሕጊ ናይ ኩነት ሕጊ ከመይ ዝብል ኣብ ባይታ ዝተዓወተ ኣብ ጣውላ ድማ እዚኣ ዝለዓለ ፀብለልትነት ንዑ እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ዩክሬን ዘለንስኪ ነቲ ኩንነት እንተተቐቢሉ ጥራዩ ንቕድሚት ክኸይድ ዝኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ and he would have to accept that Ukraine would be demilitarized and at the same time it would be a neutral state. He can't accept that, not only because... But it's inevitably coming. There's no way around it. There's no question about that. But he just refuses to accept it. And it will probably be the case that somebody else has to accept it. He won't accept it. I mean, maybe he will accept it, but it is what's coming. I mean, look, the United States, the West Europeans, East Europeans, and Ukraine, all 4 of those actors together could not defeat the Russians on the battlefield. The Russians are winning up against those 4 actors. Now you're talking about taking the most important actor out of the equation besides the Ukrainians themselves, and that's the United States. Do you really think that the Europeans plus the Ukrainians can stand up to the Russian steamroller if they couldn't with the Americans in... So እዚኣ ተዘረባ ብዙሕ ግዜ እውን ተዛሪብና ዘለና ኢና ስለዚ ዘለንስኪ ኣብ ዘለዎ ምርጫታት ውሕድ እዩ ንምንታይ ተጉርዕ ፍትና ኣሎ ጠለባት ናይ ራሽያ ከማልእ ክገደድ እዩ እሱ ድማ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ከይድሎ ተወሳኺ ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይብሉ ዲሚሊታራይዝድ ክኸውን ኣለዎ ተወሳኺ ድማ ኒውትራል ስቴት ክኸውን ኣለዎ ኣካል ናይ ኤሮፓ ወላ ናይ ኣካል ናይ ኔቶ ዝበሃል የለን እዚ ጠለባት ናይ ራሽያ እዩ ብግምጣሉ እቲ ኩንነት ከዓ ንርአዮ ዘለንስኪ ከምንምንታይ ከጉርዕ ይኽእል ኣሜሪካ ሙሉእ ሓገዝ ንሃበቶ ኤሮፓ ሙሉእ ሓገዝ ንሃበቶ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ንሃብዎ
سلست عمل تواجيو وصيت إذا حجز لنا رياليتي هاي تقندا قداس هاجر أمريكا تتعلي له أوروبا حيزوسي يعي تقص الخلية زبال صلى على مخانة رأي سلازي أما وداتا انتسفتيو انتسلي بفنجا تقبلوا زلوا كنتات راينا نرزلنا كلام رجع زلوا يلن يتزربا. The mix, and the answer is no. So he's destined to lose, as you say, and you would think under those circumstances it would make sense to accept the peace deal that Trump is trying to work out. But no Ukrainian that I see at this point in time in a leadership position is likely to accept those terms. Why do you think the heads of most of the European countries, not in the EU, not Italy, not Hungary, met in London and endorsed this silliness out of the mouth of Prime Minister Starmer? We're going to make a $2 billion loan. It's going to be repaid by the interest on the Russian money that's frozen in Europe. بحفشة تي نريو زلنا تكونتات بحفشة تي إيروبا زبهال ناب حماق راين دي زمرح زلو أقدا ستحطوني حتى تيابزي كن أبكالك زي شفيني أسلو زنبركم ثم حقرات إيروبا أقوني يوكرين كوينو من أبناب تفتر رايم كوستو زدليونا منقد سلامكم ملسوو زدليو كم زي كونو أتي قد دايقن أمودتا بوغن أمريكا يكود دازغل أمريكا ولا بزينا إيروبا سمم عنقلن كودوا كم زغليهم سلازي حتى إيروبا زبحال انت عينت سقوم تكوسي دخل أنصاري أمريكا ننوح زغلت سقوم توسي دك خير دخل دايكلن يتحطو. The Trump administration and okay, let's see بزي نتكون كوينات كبيرة خمسة لزر بزي اسمه. It's the latest in the war of words involving the Trump administration and European officials over Ukraine. On Sunday, Elon Musk responded to a comment on X and said his Starlink system was the backbone of the Ukrainian army, adding the entire front line would collapse if he turned it off. It prompted Poland's foreign minister to weigh in. Radoslaw Sikorski told the أبزنتين سمع لنا هذا زرباء متينيرو تزرباء دما بمن استبقسيو أبزيا بتويت كابت إكس رمان متينيرو دايركتلي كم تريو زلهم ناي بولاند منستر قدات وصائي انتايلو تزاريب نيرو Starlink for Ukraine are paid by the Polish digitization ministry at the cost of about 50 million per year. هجي أمونكم من تقاتميو prompted Poland's foreign سما إلى ماسك انتايلو صحيف نيرو. I literally challenged Putin to one-on-one physical combat over Ukraine, and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off. So what I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that the Ukrainians inevitably lose. Anyone who really cares, really thinks, and really understands what the meat grinder wants the meat grinder to stop. So انتهي زبل زلو إذا كينات زتتوك بلالو أنا إذا كينات كجمر كله بمسرته كم هج انتهي لنيريلو ني فلاديمير بوتين أكن دكينات كبر هذا بهذا قدم كن الراغب نخلينا إلى حد ما نيره كم ما يوكرين أبتوان تستارلينك بمهاب نتي نا كينات نا يوكرين عبي أسواس أزجبر سيستمون هيبا نيره سلزي بتي their entire front line تقدم جنبارنا طم ملو بملو أبو يزمر قص نيرو السنت تجبر نيرو تكوينات كلام متودع نيرو السنت دعالي نيرو تزغل نيرانه تكوينات كلام متودع نيرو سلزي عسرت جزية صغير كازي ني زي كون مزراب ترجم يبلون قبل عليه ما أنا نعايز حزنا نزلون حماق سمع نزلون سراويت بغلتي وجنز موت زلو ومخامود أتا يوكرين مسعر زي ترفع سراويتات خسر زلازي يحزنني لزي زخون يكون بزعبا يوكرين زحسب زقدس نتكونتات كازردع إذا كينات زي كتال سبب بر زخون وصي زمس أيكون لزي كابو نسوت طول خبلين ندف زلنا بمبال صحيف نيرو مالتيو زو اتزربا كابزي زبقس بزعباتي ستارلينك سي بنات اماسيب كايو if he turned it off. It prompted Poland's foreign minister to weigh in. Radoslaw Sikorski told the tech billionaire Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish digitization ministry at the cost of $50 million a year. He added Warsaw would be forced to look for other suppliers if SpaceX proved an unreliable partner. Musk حجي انتاي زبل زربا متيو ابزي أتي نايا بولاند منستر ديات وصاي حدا كابتوم بفلاي فلوينا كينات فقر زلو ويو كينات نقص زدلي بلوتيكانيايو اجي انتاي زبل زلو
ني إيلون ماسك بناس أذهب كم ذهب كايجيركا شجرات كتفتر أي تفتن هذا ولا زلوا هذا ستارلينك بهذا زلوا نا يوكرين بولندا كفيلات تزلا تاب يوكرين زكبر زلوا 5 مليون دولار نعمد ما نخفلوا لنا سلازي the ethics of threatening the victim of aggression apart if SpaceX proves to be unreliable provider we will be forced to look for another supplier سلازي نحدي بورار تعميس زلو كتفراره مفتان نتي مورالوي قدلت ون سلازي راينا ندحري SpaceX زي تأمامن أقلقلوز هب كوين تسمينا كالم رجعتات نخنا نادي كنقددينا أبمبال حاوسن إيلون ماسك كفراره يفتينو مالتي إيلون ماسك دما بزوم بوليتيكانياتات فتسم زفراره سبا يكون be quiet small man oh my god you pay a tiny fraction of the cost and there is no substitute for Starlink سلازي أفكا حازاتان اشتي سب أيلو والله نمنيستر قدياتو زيني بولندي إيلون ماسك بتعمي aggressive يكزارب كله نزوم بوليتيكانياتات بفلان أوروبا بدعمي يزنت لهم زلو it's going to be very very difficult أبز مدرخ زي أوروباويان بس أمريكان خسرحو طيب لالو be quiet small man أفكاز نشتي سباي نشتي كفالنا يتواقع غات غفل دا لغايل وكالا إدما نستارلينك متكاتا زغون سيستموني يلن سويل كازربان عفرفرنا يتبزه إلا ماسك ترايقنا يكونون كميل وزلو كتقرمي tiny fraction of the cost. The US Secretary of State also chimed in. Marco Rubio accused his Polish counterpart of making things up and denied that anyone made threats about cutting Ukraine off from Starlink. He demanded gratitude and reminded Poland that without Starlink, Kyiv would have lost the war and Russian forces would be at... So, أبزن رياض لنا إلا ماسك ترايقنا ماليسي زلو ماركو روبيو منستر قدات وزاين أمريكا دما after conversation تماليسو just making things up. No one has made any threats about cutting Ukraine off the Starlink. سلازي زخونه يكون سوفت وير كبت كهلم ويون كقارصو زبالة سبيلن زي كون نجارات ملاليكم أي تجاربون and say thank you كم ما يغني لنا مبالك عقداسي because without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on a border with Poland right now. سلازي التي متحرر عقد متفنانن أمونغو مرحتنا أوروبان مرحتنا أمريكان تبتحزوا لك على درجاي بولند مالتها كاب أمريكا كاب أوروبا تزغربنا بأمريكا بزوان زي دارقة احتمال تخليها معناته عبنا يتهدراوي عقم اللوز بحالا بأوروبا انتلو بولندي أمس أمريكا دما تمغزم دناز اللي ويهم قلع لتهم كالوز معربايان أوروبايز بحالا بتوت هدراوي عيني سلازي أمونغو زيوم حيل تازقاتم زلو مفل لاي بمسرة بوليسنا أمريكان أوروبان كسا كندي تتناخي فوقهم زلين عند رزالنا إزي زربا أبكالك كوزلكم يهجي تمفررة أبكال درجاي كيد زلو the war and Russian forces would be at Poland's border. The Polish Prime Minister is now cautioning against arrogance. In a message on X, Donald Tusk called for respect among partners and allies. The American public... So, أبزي جيت زربا تكون تاتري وزها دونالد تاسك غاتي Prime Minister مرحني ناي Poland زليو. True leadership means respect for partners and allies, even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it. Again, سمعوا بزغا حكا مرحنات مالت نقولوا مع زاغا ويونشارفتها عبن نشتين مخبار مالتيو نعكتا يدلنيو حبي يقول نشتي نعكتا يدلنيو نقولوا respect مهابيو تعبيد دماء تبغى يكونني بلا مالو. Dear friends, think about it. لذي نريو زلنا كنتات نارسنة إن تبلا شوي خيط كم زلنا نرزلنا and this is going to have an effect. The American public is beginning to realize that the activities of companies such as Starlink in Ukraine is not only charitable, but also helps Ukraine, if only by the fact that it pays for Starlink's subscription. Last year, Ukraine said it had around 42,000 Starlink terminals. During the war, So, زي ستارلينكس بحال دلو دما كبزيز بأمريكا كردوزو لو بنات أو سيدنا نتقوم لزلنا يمسلون كيلو زتخفلوا له سيرفيسيو بنزا بيخفلوا له بمبال دما يملسوا له سلازي أمونغو يوروبان أمريكان تفتيرو زلو جاب بقليلو كتكا ويون كتسقن زي كوني أتسقم أمونغوم زلو النابع أسيز خيزلو حجزو سخالكم تاريخهم دما كتقرميهم زي أسمعوا حجي أبزي أسمعوا already sitting at the table. They've made very clear what their conditions are to negotiate an end to this disaster. We need to take action that supports the conditions that they've asked for.
And there's nothing unreasonable or irrational about those conditions. We should be celebrating the fact that the Russians want to stop this at all and be very glad that they want to have a neutral Ukraine. Remember, we talked years ago, Dan, that Ukraine's principal mission in the aftermath of the collapse of the Soviet state system was to be this large neutral state that separated us from Russia. That was in the interest of Russia. We thought it was in the interest of NATO. Suddenly that was overturned and we launched into this madness. We need to get back to thinking in በዓል ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ነቲ ኩነታት ደጋጊሞም ዘነፅሩ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ደገ ዓወት በፂሖም ዘለዉ እዮም ነዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ሚድያ ከም ሕሱም ዝተቃለሶ እንተነይሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ እዩ ራሽያ ኣይኮነት ትብድል ዘላ ዝብድል ዘሎ ኔቶን ኣሜሪካን ምዃኑ ኣሜሪካዊ እሱ እዚ መምሕዳር ናይ ጆ ባይደን ዝፈጥሮ ዘሎ ኩናት ንሱ ይደፍኦ ዘሎ ኤሮጳ ኔቶን እዮም ዝደፍእዎ ዘለዉ ራሽያ ኣይኮነት ትብድል ዘላ እናበሉ ነቲ ኩነታት መጋበርያ ናይ ፑቲን ናይ ራሽያ ልኡኻት ገለ እናተባህሉ እናተፀርፉ ኣብ ክንደይ ብሎክ እናተገበሩ ከም ሕሱም ተቃሊሶም እዮም ካብኦም ናምፂና ነቲ ሓበሬታ ብቐረባ ስለ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ድማ ናባኹም ነምፅ ነርና ኣብዚ ቻነል ዝነበረ ድማ ነቲ ጉዳይ ካብ መጀመሪኡ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክመፅእ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ጌርና ንዛረብና ኢና ስለምንታይ እቲ ኩነታት ብቐረባ ካብ ዝፈልጥዎ እቲ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ዝብሎ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ወታደራዊ ኣካይዳ ዝርድኦም ኮሎኔላት ናይ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ዝፈልጡ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኩነታት ድማ ብቐረባ ዝርድእዎ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ነምፅ ነርና ኣብ መወዳእታ ድማ ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ክገብሩ እዮም ዝደልይዎ ነይሮም ምስ ራሽያ ዘባኣስ ነገር ክህሉ ይክእል እዩ ንራሽያ ኣሜሪካ በዓላ መፅያ ትቕስቅሳ ከም ዘላ ኔቶ በዓል ይቕስቅሳ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ናይ ኔቶ ድፊት ዳ እምበር ናይ ራሽያ ናይ ዕብለላን ናይ ወታደራዊ ኣካይዳን ድሌት ስለ ዘለዋ ኣይኮነን እዚ እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ራሽያ ትብሎ ነገር ፅን ኢልና ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና እንታይ ትደሊ ራሽያ መሬት ክትጎብጥ ወይ እውን ባሕሪ ንክትወስድ ኢላ ኣይኮነ መፅያ እዚ እቲ ዘረባ ነዚ እንተፈሊጥና ጥራይና እቲ ኩናት ክውዳእ ዝኽእል ኤሮፓ ግን ኣብ ፍልይ ዝበለ ህውቶታ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ስምዕዋ እዛ መራሒቶም ኣብ ዝቐረባ ዝባለ ተመሊሰ ከስማዓኩም እየ እዚኣ እውን those terms. And we need to talk about what a future treaty would entail. And that's why we go back to the Austrian State Treaty. And by the way, the security guarantees in the Austrian State Treaty had nothing to do with deterrence. They had everything to do with guaranteeing freedom, rights, position, all of these things within Austria that was acceptable to both sides. And that's what we should be interested in. What do we collectively want Ukraine to be able to pursue? Obviously, that's prosperity and freedom. That can be done. So let's get back to basics. Stop playing these propaganda games and jockeying for position. So ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፀወታ ዝግበር ዘሎ ተሪፉ እቲ ናብ ሰላም ክንከይድ ኮይና ሓደ ካብቲ ተዛርብ ዘሎ እቲ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ናይ ዩክሬን ብኸመይ ክወሓስ ይኽእል ሴኪሪቲ ጋራንቲ ማለት እቲ ኩናት ንኸይ ነቲ ዘተ ሰላም ዝተገበረ ንምትግባሩ ናብ ካልእ ንኸይከይድ ወይ እውን ካብቲ ዕላማ ንኸይወፅእ ዘተግብሩ እዮም ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ እቲ ዕላማኻ ስለምንታይ ፍሉይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝሓዘ ክትገብር ትፍትን ሰላም ከውሕዝ ዝኽእል ወታደሪ ክትገብር ዘለካ እምበር ዴተረንስ ማለት ክሳብ ዓንቀሩ ዝዓተቐ ንራሽያ ክብድህ ዝኽእል ሰራዊት ኣይኮነን ዘድልየካ ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝደልዩ ተኮይኖም ሰራዊት ናይ ጀርመን ሰራዊት ናይ ዩኬ ናይ ፈረንሳይ ኣትዩ ኮነ ንርኢ ዩክሬን ከትሕና ዝኽእል ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ክቅፅል ዝደልይዎ ተኮይኖም ሰራዊት ናይ ቻይና ከኣትዩ ይኽእላው ሰራዊት ናይ ካልእ ዓለም ኢንዲፐንደንት ኣብቲ ኩነታት ኢድ ዘይብለን ሃገራት ከኣትዋ ይኽእላ ንሳተን እየን ውሕስነት ናይ ሰላም ክባዝ ዝኽእላ ካብ ሓሊፉ ግን ኣብ ኩናት ዝዋጋእካ ዝነበረ ብኩሉ ዓቕሙ ከም ሰራዊት ኣብ ሓሲ ናይ ሰላም ኮይነ ከኣትዮ እንድሕሪ ኢሉ ንዩክሬን ከሰልጥን ኢሉ ይኣቱ ከም ዘሎ ጥራይ ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ንኩናት ኢኻ ዝዳሎ ዘሎ ካልእ ትርጉም ክትቦ ይትኽእል ኢኻ ብወገን ራሽያ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ እቲ ኩናት ንኸይውዳእ ዝግበር ዘሎ ድራማ ኣዝዩ ሰፊዕ ድራማ እዩ Let's get going. One of the devil's advocate thing that people say was, you can't trust Russia. If you do something like that, well, like the Austrians say, it'll just egg them on, and then they'll rearm, and then 5 years from now they'll come back and take the rest of Ukraine. That's what I hear a lot. What do you say to that? Well, look at Finland. Finland went through a terrible war. They fought bravely and killed large numbers of Russians, about 250,000, against 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 Finns. And the Russians did not want to fight their way to Helsinki. They wanted an end to the conflict. They ended up taking territory from Finland, but then they established a treaty, and that treaty guaranteed Finnish existence, independence, and neutrality. There has never been an incident since then. In other words, since 1945, after the Second World War, the Finns and the Russians have done
So ገለገለ ሰባት ድማ ምዕራባዊ ዓለም ወላ ሰላም ዘተ ሰላም ምስ ዩክሬን ራሽያ እንድሕር ጌርካ ፑቲን ዝእመን ኣይኮኑን ራሽያ ዝእመኑ ይኮኑን ከም ብሓድሽ ኣፅዋር ኣኪቦም ሓይለ ምስ ኣከቡ ክመፁ ይኽእሉ እዮም መነቲ ኩነታት ኣፍሺሎም ክመፁና ይኽእሉ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ቀፃሊ ዝብልዋ ዘረባሳ እዮም ፑቲን ዝእመን ኣይኮነን ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ከመይ እዮም ዝብልዎ ንፑቲን ከመይ ጌርካ ተኣምኖ ይብሎ ንዓኹም እየ ዘይኣምነኩም ካ እዩ ዝብሎም ሶም ኢንዳይሬክትሊ بقطع ده يكون بتزاور كما يزولهم دونالد ترامب قبل عقادكم لبوتين كأمن يقلني يزولهم أجي كما يجير كراشا كتب منطقة النزياس انتهي مملس كعلى الوس ناي فنلند ناي راشا وسادي الوادي حكى على كنا تعلم حبر السوفيت سراويت ناي حبر السوفيت بس فنلند زبحال قد جف زغنا برتع زغنا كوينات هكايدو أما وده تكوينات فنلند وين أتكيلهم سلو تواجو حبر السوفيت مس فنلند سبب ناي زت السلام جيرو اتزت السلام دما فنلند تبال ناس هاجر لولاويت هاجر نيوترال ستيت أكلنا نيتو ده كونت ناس هاجر نخد كون أبتنابت زي تخيت هاجر نخد كون تسمعهم كابوك ساب حجي كلا يكونات يتخيلن نتا نيوتراليتي نتا قريفة فنلند حجي ناب نيتو أتي الله so نتكيدان دفر سمنيو فنلندي مالت حجون رشا نتزعت وتكيدان أي تفرسني أي زبازلو so this is the point. A familiar name that's been fighting on the front line there. Well, incredibly, that name is Vance, not J.D. Vance, but Nate, the US Vice President's first cousin. He fought on the front line in Ukraine for 3 years, and Le Figaro have this exclusive interview with him this morning. He's very critical of his cousin throughout, accusing him of ambushing Vladimir. حوي مثلا زي نيت فانس تبال J.D. Vance يكون نيت فانس تبال حوو أب يوكرين مستيوم بجنزب تخفيلهم زواجو زنبرو كيري واقع كم زنبرن أنصار التيم مختل بريزنت زلو جيري فانس أنصارو كبيت برتو زخونة زربا يزارب كم زلوين أنسا مزالنا نسونا يوكرين التي حود ما يوكرين كينات تطو قبل كم زلو أب يوكرين زلو كينات تطو نقبل كلا كابتم قدامو تقص تقوين زلو جيري فانس مختل بريزنت ناي دونالد ترامب مالتيو so رأيوة بوليتيكا ساكن داي Zelensky during their tense White House meeting. He also calls the US Vladimir Putin's useful idiots. Nate Vance traveled to Ukraine back in February 2022, shortly after the invasion. He reportedly fought in some of the war's bloodiest battles as part of Da Vinci Wolves Battalion. He's been back in the US since January, returning shortly before his cousin became vice president. According to Vance, it became too complicated for him to stay, and he couldn't take the risk of being captured. Well, Vance isn't the only famous name on the front line. French sports paper L'Equipe have this two-page spread on Sergei Stakovsky, a Ukrainian tennis player who's best known for beating Roger Federer at Wimbledon in 2013. He's been fighting Russian forces since the start of the war. So كم سريع دلنا زي حوو نمختل بريزيدنتنا أمريكا جيدي فانس أبتكويناتنا يوكريني واقع كم زنبرة بجنزب تقصير مالتيو جرما حوون دونالد ترامب زقبروا زلوني بحكي كم زقطعون كم زحزنون مقابرياتنا بوتين سلازخونية من التكونات زي ردوا سلزي أتكويناتنا يوكرين دونالد ترامب زخطلو زلو نتي بوليتيكان أمريكا ماليسيو أفريسو زلو تي ديمقراطس بيز بهال يوكرين قدن كتحجز على زبل أمنات كلهم علامات نبعل دونالد ترامب ست علامات مقابريانا بوتين قليم زبلهم زلو بنزارو تياتهم دما لازتي ناي بوليتيكا فللي زلو وشت أمريكا عملنا شفيعيو يقداس دونالد ترامب زعبي يدقف على مخنياتو التكوينات تتوكبل زدلي يبزح كابتن التكوينات كقصل زدلي زلو مالتي so again أتي كونتات ساكندي ناتغير زغيت كبيد بده كم زغونه مجنزابي يدلي كلتا نقرات كريكم يا هانتي زياس كسمعوها. Bremer here, and a quick take to kick off your week. Marco Rubio heading to Saudi Arabia to talk with the Ukrainians. That's clearly the most important of a lot of moving parts geopolitically in the world right now. I say that because so much of what the Americans decide to do and not do with the Ukrainians is going to have massive impact on the transatlantic relationship, on NATO, on US-Europe relations, and on the nature of what has been the most important collective security arrangement in the world. So تي أمريكا تخدو زلا من قدي ويون محضرنا دونالد ترامب خدو زلا من قدي سوسو زلو سجمتن زقتفو زلو نقراتن أبتناي نيتو ويون ترانس أتلانتيك ألاينس ولوتناي نيتو ألاينس أمونغ يوروبان أمريكان زلو عبي تصلوا كله كم زخونة مرداير اللي بلالو أمريكا تخدو زلا أبزوان زمن قدي نتو مشارفتناتا أمنا تصلوا غير لهم كم زلون مس أمريكا ترقاقي ومن تعامامينهم نكخدو كبيد بده يفتر كم زلو يزنقر زلو so at the end of the day أمو تي تفتيرو زلو gap
بخمي من قدك شفنا خل بخمي كتصب وخلو زخون يخون نتامن قوم زلو جاب كتصب بزخل سقوم تدمان ريال لنا أوروبان أمريكان أب كم زي درجة متفنان بس إحنا لو نبلا لنا جينا جن أمريكا دونالد ترامب من أوروبا تعرفون أي هرمان الله إذا تعرف دي بحال ما قمتي سلازي أتكونتات كسع كندي أمون قوم زلو جاب كيف كم زخلينا نرزلنا أمريكا دما أنكيداتو زلا مس أوروبا كدنا جوتس ومدب زلو ما يمثلونهم تغلال لان أوروبا أقواني خاخ كذا لك so أتي What happened in the Oval Office the other day, I call it a smackdown of Zelensky. It looked really rough, but then again, at the end of the day... لا زياك مياه أبتنا يكونتاتنا يوكرين إيش هيك حبري تغبكم. Sumi, on the Ukrainian side. Good evening, Gavin. Well, you know that the Ukrainian army has managed to hold on to a strip of land within the Kursk region since last August, but it's been a few days now that Russia has claimed that it has advanced on that strip of land. There are reports that all the bridges around Suja have been cut off, thus cutting off the Ukrainian army there of reinforcement of ammunition that would be necessary in order for them to retain their ground, and also like if the bridges are no longer available, that means they سنتات تبلد لا سرايتنا يوكرين تبتيخو خمزلون أبكبان عزوان كأتو قرب تاريفوا خمزلون يتنقر زلا إذا معرابا ميديا إذا نقرأكم زلون أي راشا ميديا يكونن سلزي من البعض اتفاق كل زي وسيقها تنقر زلا كأقوادي لهم يمزن نقرأ سراويتنا يوكرين أب عزوان خأتو اتموات ونات بمولو راشا تقوطات خمزلا أبو ترايقنا يكون ولا بتي بوكروفسك زبال كبابون أو زلو سراويت أب عزوان أب انسيركلمنت أب كباك أتو كم زخم زقالت حبريتانا وحي يريم سلزي هذا سراوي سلمتها كبايات مسيلكم هذا سليا حبريتا بقبو سلدي توهبو صلاي منقصاصنا صلاي ريو منقصاصنا خغبر تدي تنغرو كالاي دما ناي موتن حيوتن قال سيغبر انتلو دزي بوتا زغديف ناين وصنينا زبل سراويت اب كبايزات امودات اب كباتي دما اي مارخني يموت ياو معناته كوص ايدلين نزي بوتا زغديف اي كيدني زبل ناي موتن حيوتن وق سلاز خيد سلاز غبر ايبلني سلازي نا يوكرين سراويت أتي نخيس زلو نخيس له تخالجن حبريتا سلزي وهاب زلو زقاتم زلو كنتات كون غل فلا زنا كورسك ريجن زنا برا بوتا زقبر زنا برا حبريتا سلز قدلي زقاتم زلو كنتات يمثلني أب حدا بوينت زك قاتم خان خرجوا ينير أو اشتراشة بحنتي سرقة حليف كاتيخا نزابوتك حزاك تبل بكل من قدر راشاك متوخنا خالو خلو كبيت كون كم زغل فلوت ينير بزح سراويتها كثيرة يوكريناوي زبال معناته أبقى على بوتا خيدهم كتكلوا فتينهم بزح سراويت كثيرة مالو قبل عليه دما بزح أسوار كثيرة ولا حنت تقمد ما ده يقولوا زيرو بنفيت زيرو أبقى له كم ريت كاتك على غلط خلف كاي كمان كبرز اللوي أبزي مريت كاتي خانش تي بوتا حس كاي عين الرشان تقدرنا الكازغت كايو عهاك تعلق خون كله زغا incompetence ويكاب زي بقعتن حماق سلتناي نيتون كوماندراتنا نيتون أمرحتنا نيتون نسوم زقبروا مخانيزين قرتي هندسة. Cannot retreat and that they are at risk of encirclement. And also information coming from the Russian side, so to be taken with caution that Russian troops have advanced as far as the border, the Ukrainian border. So this is the border with Sumy region, just across Kursk region. That there's been intense fighting, ongoing fighting there, with a lot of bombing also occurring there, especially since the US cut off its satellite imagery sharing with Ukraine. This prevents Ukrainian troops to spot all Russian military movement with the US intelligence. They have other intelligence, but of course this greatly hinders them. Russia claims to have hit the rear of the Ukrainian army there, and the situation is of course closely monitored here. We're seeing your سكم تبلا زلا تي واحدنا يسلي حبريتا بسنكت أمريكا جراتو زلا قدا قبل اليوكرين مالتيو أبعد الواي فترة لهم كم زلون سرايتنا يوكرين دما أب حدا أبت بوتات وديو هم زلون أبكار جنبارات وأنت مساسالي شجري قاتمو كامل وهي شجر كقاتمو تاني يجيجن التشجراتنا قدا دي خيط كم زلون كل زرب زلون دما سلد سمعوه ناي مورال تجمعون كم زلون فلوتيو مخنياتو نعو أمين كازخت كالو حجازي خاخت المكة خلو أتزخف ده مدرخ كلا خاخت المكة خلو كاوس جدد ناي مورال تفعيد كقات مكاي كلني ولا مورال كلا كون كتسعر زيت خل كينات دمايزي ولا ملو مورال كله كحجز خاخلون كسعره كم زيت خلي فلتنيرو كينات نيوكرين under any circumstance كسعره كم زيت خلي فلتنيرو so الجانا طب نخص عريهم كن ديك زي وزدو انت عينت سعرت يقات ممطريرو كم زي عينت كينات دما تزخف أيه معناته كان يسيب كان ناخذ عوات
ቻንስ يبل كان نقطعوا نقطسعر كن يجي توسد نقطسعر تراي إذا كم زعينت زخفل زل واقع ناي بحق زحزني experiencing crisis. It's very clear that the Ukrainians, as Trump says, lacks the cards. And so the outcome is going to be determined largely by countries outside of Ukraine, not just the willingness and the capacity of the Ukrainians themselves to continue to fight. The United States, on the one hand, is pushing the Europeans to do a lot more in terms of providing economic support, providing military support, and having a security backstop for a post ceasefire environment that the Americans are not prepared to participate in now. جنتاي زبل زلو دونالد ترامب كم بزعج زي زقلصو حكناتون زلو يوكرين زي حجزنا ولا جوجانو تخونو تقالس تخونو بزي حجزنا أمريكان أوروبان زخونا نقدر كجبر كم زي كل مرجعات كم زي بلان زخونا كارتاتون كم زي بلا ردو يزي بلالو بنصارو تي أوروبا دما نيوكرين نيوروبا تقوانيون تلغا تعاليو تلغا تنصلو تلغا نتيجة على security نا يوكرين زملكت أوروبا كمالكا ويكجبر الكهات تدلغا سلزي contradiction تصارري أكيدا سبت مرة تلغا كبير يكون زي نابيجس وخيدخل زبل زربا إن نسمى زلنا مودتا عندحرني نسأل دتهم كحجزو خاص دولي تقوانيهم تلغا نتي مواقت خازنة برات تتألم تلغا بوتين امبن دحري لوكا وين أي سمام عن تيلكاسي انت كتقبر تغل نابيجت كاخت من لاستغل يتحطو I don't think أبرسنا دونالد ترامب ناب قداينا يوكرين تمليسكا كان بحدش كوينات نقد قبر من البات طبخ قبر زغل انت غينو من البات بوتين انت تعرف ووي وانت نعق ووي وقال نقر personal attack تقاتي مو تدي كوينو أنصار راشا تبلي سوق قبراي كل الكات زار بلي كون دونالد ترامب من مراح يكونن If all of that happens, and of course that's a big if, but certainly the Europeans are moving in that direction, then the interesting point is the Americans aren't going to determine the outcome, right? In the sense that the ultimate ceasefire terms will be driven not by the United States, who's basically saying we're washing our hands of it, but instead by the Europeans and the Ukrainians in concert with Russia. And first of all, that's analogous to what's been happening in the Middle East. Everybody remembers that Trump So بعفشة مودتا ني أوروبان ني أوكرانيين دارا نسيلكا نأمريكا كعوت هزخل بوليس كم زي كوني زنقر زلو. Defense efforts can give a massive boost to a more competitive single market in the midterm and in the long term. The upcoming huge investments in Europe's next generation of military response with this unpredictable US suddenly putting more money into supporting Ukraine. The French today announcing they're using 200 million euros. Up sanctions like President Trump. بعفشة التقداي أب أتصو مع تصعود بس حي كنت هاتيو نجزي حتى يوكرين قداي بتحارب وي بتحارب انتس بحيل انتس بأبطاولا كودا زخلي مسل الزكينات زي حدو تزي عقد اسم كابت حدا جنيانت ناتو قدي لله مهنياتو قدمي حدا توارح نيكولا راوكينات غير كم زغل بس حسب سقات نيرو انت حراشة عمنا حطقتا جمير كان نيكولا كنت كاميا دينجروس الجن كابو عينة منفس زوج آي مثل عالمنا حفشة كابزي بزحنا مهارس لزولي دما بزصفح ملك عن رؤية زلنا I hope تبارو كتلو لايك مقبار سبورت مقبار تقف مهاب دما أقداسي كم توتر إحنا نسعر رسوم دما حقزونا بالكو كسانا بتوكمي تشاو